لان انت هتقيس كده جوارديولا ما خدش غير برضه شامبيون واحد مع سيتي. حاجه اسمها نادي باريس السري. فنادي باريس السري ده معروف اصلا بالاصول الفلوس اللي بتتضخ في الانديه او في الاستثمارات خارج الكوره حتى. مساء الجمال يا شباب. انتر وباريس نهائي لاول مره في دوري ابطال اوروبا. نهائي محتاج ناس تقال قوي عشان يتكلموا عليه. فالنهارده معايا الخبير للكره الاجنبيه استاذ احمد زهران الملقب بالانجلش. مشرفني ومنورنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن، حبيبي دايما والله. بتشرف بوجودك كابتن مسلم. الله يسعدك والله، دايما منورنا حبيبي. وبنبسط وانت موجود معانا. على كره راسي. اوروبيه يبقى انجلش، حبيبي. كره محليه يبقى انجلش. وده برضه بتعليق وضمان كابتن الله الرقابات يسعدك. معروفه يعني. انت خدت الهاشتاج خلاص بقى هاشتاج كمان. خاف عليك تاني بقى قلاوي والله. منورني ومشرفني كابتن مسلم الوكيل. حبيبي والله باروكا، يعني دايما بنحب منور بوجودك تعالى ومتالق مكان سحار النهارده اللي احنا مفتقدينه. انا ما ينفعش اخد مكانه. بنوجه له لا برضه يعني انت متقمص تحية دور طبعاً. المحاور النهارده كابتن حسام برضه. مأدي الدور برضه. الله يسعدك الله يسعدك. وانا معاكم المحاور المفضل ل 84 سبسكرايبر من 184 سبسكرايبر، احمد علاء الرقابي. الو، نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. عندي يا باشا ماتش يوم ايه؟ يوم 31/5/2025. اديني بقى معلومات كده عن الماتش. ايه الفاينل ده؟ ايه ده؟ قصه ده فريقين اول مره يلعبوا في المرحله دي أو ما كانوا بعاد تحديداً. خالص بقى. ايه اللي هو طبعا ماتش فعلا حقيقه ماتش اديني مهم. معلومات عن الماتش كده الاول. هو الماتش هيتلعب طبعا في الينز ارينا في ملعب بايرن ميونخ في ميونخ في المانيا. هيتلعب طبعا بتوقيت مصر الساعه 10. اوكي. تقريبا الملعب بيتسع حوالي 75,000 متفرج، فاكيد هيبقى ملعب من الملاعب المشهوره وقويه جدا في المانيا، ملعب زخم وقوي يعني. فطبعا اكيد هيبقى مثلا بالتناصف المراكز ممكن تقول 30,000 هيبقى جماهير انتر و30,000 جماهير باريس. طبعا جماهير انتر من الجماهير الصعبه جدا والمتمرسه في تشجيع الكوره، خصوصا التراس كورفا نورد في ايطاليا. فهنتمنى نشوف فعلا ماتش يليق بالفاينل، واحنا مستنيين يبقى ماتش برضو زي ماتش برشلونه وانتر، زي ماتش نتيجة وصن داونز. ممكن برضه وادي مفيش متحمس مشكلة. للماتش. متحمسين جدا طبعا، متحمسين. اوكي. طب انا عندي بقى ليك سؤال يا كابتن مسلم، سؤال صعب. نسأل. ناصر خليفي اشترى النادي 2011. مظبوط. نادي ما كانش موجود في الكره الفرنسيه قبل كده، كان مش هو النادي اللي في الساحه، كان في ليون، كان في مارسيليا. جاب خطه بفلوس، هات لي يا ابني من هنا. جاب ميسي، جاب راموس، كبر امبابي، جاب نيمار، جاب كل الشله دي، ما عرفش يعمل حاجه. مشي وصل الفاينل وناويها. ايه اللي بيحصل؟ ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ ليه اللعيبه دي؟ ممكن نلخص تاريخ باريس. هو نادي ما كانش نادي بطولات او نادي كبير في فرنسا، بس اصبح من اكثر الانديه بطولات في فرنسا. يعني هو اعتقد كان عنده 2 دوري منذ تاسيسه في السبعينات لحد 2011. كان المسيطر طبعا ليون، مارسيليا، سانت تيان، الفرق الكبيره في فرنسا. جه ناصر خليفي طبعا. انت قلت الحقيقة حاجه حلوه، الفلوس، زي مشروع السيتي مع جوارديولا. نيوكاسل لسه مشروع جديد دلوقتي، صح؟ مشروع في السعوديه. بدأ ياخد دوري فرنسي من اعتقد 2012 2013 كانت بدايه حصوله على الدوري. اعتقد خد 5-6 سنين ورا بعض فيما لحد ما وصل ان هو بقى 13 دوري دلوقتي، من اكثر الانديه الفرنسيه تتويجا بيها. قبل ناصر خليفي ما كانش الفرقه بتلعب اصلا تقريبا تشامبيونز ليج. ما كانش بتنافس حاجه، كان عندها تقريبا كاس بطوله اوروبيه واحده اعتقد خدوها باريس زمان. طبعا بعد ناصر وبعد الضخ وبعد الصفقات وكام ده الفرقه اتحولت والنادي اتحول بقى اصبح حول في فرنسا شامبيون. هو لعب 2 فاينل، لعب 20 مع باير، صحيح خسر، بس هو عارف طريق البطولات او عارف طريق ان هو المنافسه. وادي السنه دي احنا في 25 بينافس فاينل مع انتر، وارد ان هو يكسب، فبقى مشروع نجح. ايوه. هو انت تسمي ده مشروع ناجح؟ معلش، انت صرفت صرف رهيب في لعيبه. فاكر المؤتمر بتاع تقديم ميسي وراموس والقصه دي كلها؟ لا، انت صرفت فلوس كتير قوي، وكل ده ما جابلكش الشامبيونز. دلوقتي انت واصل الفاينل وعندك احتمالات كبيره. هو ده مشروع ناجح؟ بص، هو محليا كفرنسا نجح طبعا، لان الفرقه ما كانتش بتاخد دوري وكانت بعيده ب2 دوري لما تبقى 13 واكثر فرقه توجد بالدوري، ده كده مشروع محلي نجح. التشامبيون برضو انت عملت مشروع في وقت انت بتتكلم في عز اعظم فرقه في العالم اوروبيا اللي هي ريال مدريد.
فما كانش حد مهما كان هو مين هيقف قصاد الفرقه دي. ده على كده الفرقه دي اعتقد خدت بتاع حوالي 6 شامبيون او 5 شامبيون في اخر 15 سنه تقريبا. تمام. ممكن تصحح على مش لو كان معاك اعتقد يعني بالظبط، لكن انا اعتقد كانوا فريق 9 وبقوا فريق 15 اعتقد خدوا 6 اخر 15 ماشي، سنه على ما اعتقد يعني. فكون هو ان هو يوصل مثلا 2 فاينل في من 2011 لحد دلوقتي يعني 14 سنه اعتقد هو انجاز ليهم. وبعدين انت بتتكلم ان هو لسه هيلعب فاينل 25 فوارد ان هو يكسب فيبقى مشروع نجح. فانت ما بتحكمش على مشروعه في ان هو كسب شامبيون ولا لا، لان انت هتقيس كده جوارديولا ما خدش غير برضه شامبيون واحد مع سيتي اعتقد 23 ننش قدام صح. انتر صح. بالظبط. برضه هو صارف وعامل من 2016 وعمال يصرف. كلوب عمل فرقه وصرف وجاب بس انت برضه دايما خد. تحس ان هو محروق قوي البطوله دي، ما اعرفش يعني، تحس الموضوع ده مع باريس اكتر من سيتي، ان هو انا نفسي في الشامبيونز ليج، ما اعرفش انا بيتهيألي ولا لا، لا بس هو انا دايما كنت بحس ان هو يا عم خلاص. بس هو في أخدنا نقطة فرنسا. أكيد يعني ده كلام برضه صح. تأكيدا للكلام، في فرق بين الدوري الإنجليزي والدوري الفرنساوي. هو كل تركيزه مفيش أمجد الكؤوس الأوروبية للتشامبيونز ليج، اكيد فهي البطولة المتوجة وهي اللي عليها الزخم وهي السبونسر والرعاة والمشاهدة وكل حاجة، فهو الطبيعي هي دي البطولة رقم واحد. عكس الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي فعلا برضه صندوق الاستثمار الإماراتي اشترى، فكده كده تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي ده لوحده حدث. كبيره جدا، فطبعا ده اهم من ان انت تاخد الدوري الفرنسي صح؟ في أكيد في طبعاً، المنافسه مفيش مقارنة في يعني. الدوري الانجليزي ده دوري أصعب. محتدم وهو اقوى دوري في العالم، فطبعا الموضوع صعب. وطبعا السبونسر اكبر شركه توزيع حقوق نقل بس في العالم كلها في الدوري الانجليزي، كل الشركات الرعاة، كل الزخم ده بيؤدي ان انت فعلا الدوري الانجليزي عشان تحققه كان ده يبقى اسمه نجاح. عكس الدوري الفرنسي هو اصلا دوري يعني ضعيف، يعتبر هو خارج المركز الخامس او السادس من الخمس دوريات هو مش من الكبرى. الدوريات الكبرى طبعا، هو مش من الدوريات الكبرى يعني، هو ممكن بيخش خامس خامس وساعات دوري بيخرج. أعتقد. يعني الخامس وساعات بيخرج، يعني هو بيبقى دايما حسب البوينتس اللي التصنيف ايوه. بس بالظبط. انا دلوقتي انت راجل دلوقتي عنتيل، هو مشروع انا عايز اسال سؤال انا مش لاقي له تفسير. هو الراجل مشروع يعني ملياري، يعني صرف فوق المليار. لحد دلوقتي بتتكلم التجربه هل هو نجح؟ لا هو يعتبر لسه ما نجحش، هو محتاج بالظبط لازم يجيب. السيتي نجح نجح حتى قبل ما ياخد الشامبيونز ليج، بس النجاح برضو الويت بتاعه الوزن كان ممكن ينجح اكتر من كده، مش نجاح اللي هو الضجه يعني. لان في مثلا في نفس الحقبه بعد برضو ما مانشستر سيتي صرف المليار عندك ريال مدريد زي ما كابتن مسلم بيقول لك حقق ال6 تشامبيونز خلال 15 سنه في نفس الوقت اللي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كانوا متوجين بالصندوق الاستثمار الجديد بالفلوس اللي اتضخت، ومع ذلك ما قدروش يحققوا اللقب. فالموضوع برضو هل الفلوس هي العامل الرئيسي والمؤثر في تحقيق الالقاب؟ لا قولا واحدا لا. لا في عوامل هاخد كتير. منك عندك فرقه زي مانشستر يونايتد اعتقد ملاكها من اغنى انديه العالم بالظبط، وبقى من 2011 خارج البطولات الاوروبيه تقريبا خدوا يوروبا ليج تقريبا بطوله واحده وهي تماما على تشامبيون. ليه نجيب سيره مانشستر يونايتد دلوقتي؟ عشان لابسين احمر يعني. عارف المركز كام؟ خلص السنه دي 13 اعتقد 15 توتنهام 13 اعتقد. ليه وصلنا كده؟ انا معلش اخراج عايز شريطه سوداء لمشجعين مانشستر يونايتد بجد يعني. بتقول مانشستر يونايتد ايه بقى؟ عشان كده بقول لك الفلوس مش مقياس ان هي للنجاح. يعني دلوقتي مثلا مانشستر يونايتد عندها ملاك وهم من اغلى انديه العالم في كل حاجه، في الصفقات والمرتبات وبيعملوا كل حاجه، والفريق فاشل بقاله 15 سنه اوروبيه واعتقد محليا برضه. اخر دوري خدوه 2013 يعني بقى له اكتر من 12 سنه. فهي انت عايز تحط ناصر الخليفي او بريس في خانه ان هم فشلوا او ان هم صرفوا كتير قوي وما حققوش حاجه. هو ممكن اوروبيا عندك حق طبعا، طالما ما حققوش شامبيون ان هو مقياس اعتقد هو الاهم وهو الاعلى في ان انت لما تكسب شامبيون انت ده مقياس ليك كنادي او كمالك نجحت ولا لا. عشان كده بقول لك هم لو خدها السنه دي كل كلامك ده هيتغير. انت هو ان هو نجح مش عارف. انا شايف انها تتحسب حسب ايه عامل النجاح. يعني هل عامل النجاح هي مادي بس؟ لا في الكوره طبعا لا مش مادي بس. يعني النادي باريس عمل قاعده جماهير كبيره جدا، عمل اكبر من اللي كانت عنده قبل ما ناصر الخليفي يشتري. خارج فرنسا. نعم خارج فرنسا جوه وخارج فرنسا. باريس قاعده جماهير باريس زادت. ما كانتش باريس، ممكن سيتي يعني حتى وباريس. لا بس يعني مثلا في الوطن العربي احنا على مقربه بكل روابط الانديه الاوروبيه، ما فيش حد يعني جماهير قليله وضعيفه عربي قوي يعني برضه. بس قبل كده يا جماعه مفيش مقارنه برضه. ماشي، ما انت عندك تقسيم البشر في الكره الارضيه، يعني ما فيش حد اصلا برضه هيشجع نادي من فرنسا، يعني مش كل شرق اسيا والكلام ده اصلا البطولات احترامي يعني هو تاريخه برضه ما لهمش قاعده جماهيريه. هو تاريخه كله على بعضه 50 سنه يا جماعه يعني. انت بتقولي ان هو ولا نجح جماهيريا لا ما ولا نجح
لا انت عايز تقول ان النجاح جماهيري، ما هو نجاح جماهيري هو اوريدي جوه فرنسا. فلوس بس او مادي بس وتقلق. لا انت بتتكلم طيب. هو اولا نادي باريس سان جيرمان بتتكلم كنادي كوره هو الواجهه رقم 1 لفرنسا، حيث ان هو ده نادي العاصمه دلوقتي. بتتكلم ان يعني باريس هو عاصمه فرنسا. لويس ماكرون الرئيس الفرنسي كان مهتم بالنادي، وهو اصلا اللي كان بيحاول يقعد مبابي في النادي. ده قصه يعني. وطبعا الدواخل بتاعت حقوق البث والتلفزيون والسبونسر كانت يعني فرنسا بتحاول تجذب فلوس استثمار جوه دوله فرنسا، فده اهتمام ان انا كمان نجح ان هو يعمل كده شويه. لا طبعا، لان انت خد بالك في اداره الاصول للاستثمارات حول العالم خارج حتى نظام الكوره في حاجه اسمها نادي باريس السري. فنادي باريس السري ده معروف اصلا بالاصول الفلوس اللي بتتضخ في الانديه او في الاستثمارات خارج الكوره حتى. فهو وجه ان خلاص اصبحت باريس هي مدينه قاطنه معروفه لدى العالم كله اجمع ان في نادي رقم 1 في فرنسا هو الواجهه. يعني جاست حتى اللوجو بتاع النادي ده واجهه، فاهم؟ براند لوحده. ده فعلا نجاح. بس ماشي، بس هيفضل ان هو ياخد الشامبيونز ليج وان هو ياخده. دي بصراحه انا حاسس ان النصر خليفه ياخد الشامبيونز ليج الماتش الجاي. هو كان عنده هو كان عنده ان هو هم عقليتهم هو كمالك او كنادي هو الوعد بتاعه قال لك قصه ان انا اصرف واجيب لعيبه سوبر ستار او كلاس ايه وخلاص. اقول لك بقى حاجه، اعتقد ان هي دي مربط الفرس. هو لو كان الموضوع ابتدى من الاول ان انا هصرف عشان خاطر ابني واكبر 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 لحد ما اوصل للشامبيونز ليج، كانت هتبقى مختلفه عن ان انا من اول كام سنه وانا تشامبيونز ليج. فاهم قصدي؟ يعني تحس ان هو كان متارجت تشامبيونز ليج بدري قوي، محتاج ان هو يبني شويه ستيبس عشان يوصل. كان بيجيب اللعيبه بدري جدا بسرعه جدا عشان عايز ياخد تشامبيونز ليج. لو كان اخدها ستيب باي ستيب كان ممكن يبان ان الحلم جاي. يعني بمعنى اخر هو اللي حط حلم بعيد شويه وقال انا هوصل له بان انا اجيب اللعيبه دي، ولما ما وصلوش الناس قالت انت كده فشلت. لو ما كانش هو اصلا حط الحلم ده ما كانش هنقول كده، اعتقد. الله اعلم. المهم ان هو عقليته اختلفت في حته شراء اللعيبه، وانه مع انريكي برضه عمل فرقه ما شاء الله. ايه معلش ده مدير فني ما ينفعش نختلف عليه طبعا. عمل فرقه يعني قصه ان كان راموس وميسي والناس دي كلها اللي كانت في النادي في مجموعه واحده او في موسم واحد، وفي الاخر طلع موسم صفر اعتقد خد الدوري بس ساعتها. بس انت برضه خد بالك اللعيبه اللاتين لعيبه مزاجيه، وميسي اصلا يعتبر برضه بالنسبه له مشطب كوره من يعني هو متشبع اصلا بلغه الكوره، مش عايز حاجه من باريس. نيمار حتى هو متشبع ان شاء الله مش عايز حاجه من الفرقه فيها مبابي. لا بص يا باشا، هو مبابي كان هو دلوقتي هو كان اللوجو بتاع النادي، هو واجهه رقم 1. هو وصل لمرحله ما انا شايف انا البابا بتاع المجال، انا اللي باخد اعلى راتب، انا اللي بتحكم في النادي، لدرجه زي ما كنا بنقول ان رئيس فرنسا تدخل رسميا اقعد والراجل قطر اعتقد برضه تقريبا بالكلام مع قطر، وبرضه اللعيب ما رضاش يقعد. فانت بتتكلم ان اللعيب فانت دلوقتي الفرقه بدل ما هي في مثلا انقسامات داخل غرفه الملابس واللعيبه احزاب والكلام ده لا دلوقتي الدنيا طبعا متوحده. وخد بالك هو بدايه الكلام كله ان اصلا من في الشامبيونز ليج وهو باريس بينافس من الماتش بتاع الفيصل رقم 6 او ماتش رقم 7 باريس وهو بيلعب مانشستر سيتي، هو كان مهدد انه يخرج بره البطوله. الماتش اتحسم، كانت النتيجه 2-2 لحد الدقيقه 70. باريس او يعتبر مانشستر سيتي جاب جول واتلغى، الكره اتردت مانشستر يعني باريس جاب جول بالظبط وبقى 3-2 لحد الدقيقه 90 راح باريس مخلص بالجول الرابع. الماتش ده فعلا هو اللي ودى دوم الروح تاني. دوم الروح. وخد بالك كان في الوقت ده عثمان ديمبلي كان متخلي مع لويس انريكي، يعني برضه بادئين وحش، مش كان باريس بادئ وحش جدا اصلا سيزون، كان بادئ وحش واصلا. خد بالك كانش يعني عثمان ديمبلي كانش بيبدا اساسي في كل الماتشات لحد ما لويس انريكي حط ايده على مربط الفرس، حط ايده على مشاكل النادي بالزبط. بدا يوجه اللعيبه، حصل له تطور رهيب على مدار الموسم الصراحه. دي حقيقه. وخد بالك الاضافه اللي اتضافت في الانتقالات الشتويه كفراتسخيليا ان هو جاي من نابولي، هو بصراحه عمل ترجيح. نعمل مسابقه للجمهور، تمام؟ مين اللي انت الاسم بتاعه صح؟ انت بتقول ايه؟ قولها كده. كفراتسخيليا. انا مختلف معاك. كفراتسخيليا. بص يعني دي بلغه ايه ودي بلغه ايه؟ هو راجل جورجي، هو جورجي يعني دي بلغه وانت دي كده هي لا مفيش مشكله. هو يعني هي تتنطق. المهم عايزين بس ايه الناس تبعت لنا تقول لنا الناس بتقول ايه كفاره وتستسهل. لا انا عايز بقى حد صايع يقول لك كفراتسخيليا كده كامله. ماشي. انا كنت بتقول كفراتسخيليا ايه بقى؟ خلاص احنا وقفنا عند النطق الاسم ومفيش مشكله اللي انت شايفه. الجماهير بقى تحط الاسم، هم يقولوا، هم هيجوا معانا هيقولوا كفاره ويسكتوا خلاص. أيوة ده الاختصار. اضاف طبعا هو لعيب اضاف كتير جدا للفرقه، وكان حل لويس انريكي، كان بيدعم الجبهه الشمال الوينج يعني بتاع الشمال بتاع باريس. وبصراحه هو لعيب مميز اصلا بالار2 فتاثير بالظبط. وبعدين خد بالك هو يعني التاثير كمان مش مباشر منه. لما بيبقى فرقه مثلا في عدد لعيبه مميزه
لما باجي اضيف لعيب اوريدي الرقابه اللصيقه اللي بتبقى على عثمان ديمبلي مثلا وباركولا مش عارف ايه بدات خلاص في ناس بقى يسحب قوه فبدا يخلق مساحات وفاهم فرص. هنتكلم عامه عن اللعيبه تمام، بس عايز اتكلم عن انتر شويه لان انتر في لغز في الموضوع. ليه بقى؟ الكره الايطاليه كانت كره مهيمنه، كانت التسعينات دي في التسعينات دي حقيقه، جنة كره القدم زي ما كانت بتسمى يعني. دي حقيقه. اي سي ميلان، انتر ميلان، يوفنتوس، كانت فرق. وحتى اللي بعد كده سواء نابولي او روما كانوا برضو تمام فرق عامله اسم حتى لو ما كانوش توب في الدوري، بس دايما لعبهم حلو وكورتهم حلوه تحب تتفرج عليه. انهيار للكره الايطاليه، ما بقاش في كل حاجه لحد ما انتر رجع تاني يقول ايطاليا موجوده في اوروبا. انتر بس، اي سي ميلان مش قوي برضو. فهو انتر بتتكلم على اخر 5 ايه مش بقطع كده عشان بس هو قبلها يوفنتوس اصل قبلها يوفي كان موجود فاينل 16 او 15 مع بارسا. لا ووصل النهائي قدام ريال مدريد. يوفنتوس لا برشلونه حتى الفتره اللي يوفنتوس وصل فيها برشلونه 15 يوفنتوس كان وصل مع برشلونه. ايوه ووصل مع ايطاليا وخلص بعد كده على الساحه كما عقوات فهي ابتدت دلوقتي تظهر تاني شويه. بس انتر لما يظهر في 2 فاينلز 2023 و2025 صح بيدي نفس شويه للكره الايطاليه. من الناحيه الثانيه نابولي السنه دي بيعمل منظر حلو في الدوري. روما شغال. انا بصراحه نفسي شخصيا ان الكره الايطاليه ترجع تاني لان ايام الكره الايطاليه ما كانت جامده كان عندك منتخب تحفه. المهم الانتر هو الطرف الثاني في الماتش دي حقيقه، ده مش طرف سهل. احنا بنتكلم عن باريس ونقول هم حاجه حلوه زي بس انتر مش فريق سهل. انت شايف ان باريس الدنيا سهله بالنسبه لهم مفروشه بالورد هيكسب انتر؟ لا طبعا. ولا كان عملها لا مش الكلام ده انت اصعب ماتش اتلعب في البطوله وربما يكون واحد من اعظم ماتشات اتلعبت في السيمي فاينال على مدار ال 20 سنه ماتش انتر ميلان وبرشلونه. ماتش جبار ماتش في الذهاب سكريبت لو مكتوب ازاي تطلع اخراج ماتش بالحلاوه والروعه ده 3-3 مرسومه. ماتش العوده يعني انت لو قلت ان الماتش ده يستحق جوده وروعه واخراج تفاجئ ان ماتش العوده يزداد تفوقا على ماتش الذهاب وتقول ايه اللي بيحصل ده مش معقوله فاهم. فلا 4-3 في ماتش العوده. وانتر خد بالك بقى تحديدا موضوع صعب جدا. هو ربما يكون ضحى بكاس ايطاليا وضحى بالدوري ليه لان هو اصلا بالظبط في نفس الوقت ده هو اتعادل قدام بارما 2-2 وخسر قدام اي سي روما 1-0 وتعادل قدام لاتسيو 0-0 وضيع الدوري بفرق نقطه. يعني هو ضيع من ايده 7 نقط. هو كان يعني يستحق الدوري كان ممكن يعمل اكتر طبعا. والكاس هو خسر قدام اي سي ميلان فرق 4-1 عشان كل ده تضحيه الماتش بتاع برشلونه. بصراحه الماتش اللي اتعمل في برشلونه المجهود اللي اتبذل والتاكتكس اللي اتعملت واللعيبه طلعت اقصى ما عندها جرينتا والتحفيز وي ده ماتش خلى برشلونه جاب اخر جون. كنت مصدق ان انتر يرجع بصراحه لا صدقتش ان الكوره لا صعب خد بالك الحاجات دي في التفاصيل الكوره دي ما بتحصلش بقى ايه لما يكون يعني التوفيق والحظ وفرقه متمرسه. وفي فرقه دايما الحظ بيجي لها من حيث لا تدري في الدقيقه 90 فاهم. ده مش كل الفرق بيحصل لها الكلام ده. الموضوع صعب. خليني اقول ان انت فعلا مش سهل يعني. لا انت مش سهل. انت لو فرقه خبرات يعني هم معدل اعمارهم كبير بس لو مسكت الفرقه من ورا عندك سومر دي حقيقه عندك سومر حارس متمرس منتخب سويسرا. لا بالظبط هم عندهم برضو 4 بالظبط 4 مراكز اعتقد هم اللي فارقين مع انتر السنه دي. الباك ليفت اللي هو دي ماركو ودومفريز اعتقد في الباك رايت دي حقيقه. وعندك باريلا في نص الملعب وعندك لوتارو هداف الفرقه اللي جايب سنه 9 اجوال في الشامبيون. ممكن انت كنت بتشجع الاهلي مفيش مشكله صح بس الاسريات معاهم لوتارو قدام اللي جايب 9 اهداف السنه دي اعتقد في الشامبيون وهداف الفرقه. خد بالك بيرد عليه عثمان ديمبلي اللي جايب 8 لسه عثمان 8 و4 اسيست ماشي تمام. انا بقول لك بس 9 اجوال بس مفيش مشكله. فبتتكلم على فرقه ممكن كاسماء مختارين في نص الملعب وباريلا ودي ماركو قدام لوتارو. فرقه برضو بتجمع ما بين الخبرات وما بين لعيبه عندها تمرس في الشامبيون. اعتقد برضو على مدار السنين اللي فاتت هتيجي برضو 23 هم لعبوا قدام السيتي 2010 قدام برشلونه مورينيو 2010 مورينيو ده بقى له 15 سنه. لا بس لعب تشامبيون 23 مع السيتي. ماشي لعب فاينل مع السيتي فانت بتتكلم اخر 15 سنه لعب 3 فاينل يعني 3 فاينل في اخر 15 سنه. فلا برضه دي حاجه تحسب لهم. هو بصراحه انتر هو اللي محافظ على صوت. بص هو تاكيدا لكلامك انت خد بالك لازم تقسم برضه الدوري الايطالي او مش حتى تحديدا الدوري الايطالي. الكره الايطاليه هي اصلا تعتبر في فتره تذبذب نتيجه ان هم اصلا المنتخب ما بيفرزش لعيبه ايطاليه بكواليتي عالي
في فقر في الانتاج اللعيبه الايطاليه الكواليتي العالي، فانت نتج عندك ان انت سنه 2022 اصلا ايطاليا ما صعدتش كاس العالم، هي خرجت بالملحق قدام مقدونيا الشماليه. اعتقد برضو كان في اوروبا 2024 كان الغير متوقع اصلا ان ايطاليا هي اللي خدت البطوله. خدتها بقى ليه؟ عشان البطوله كانت جرينتا وعلى ارضها وي دي حقيقه. فانت الكلمه رجعت انت في ماتش بالظبط، نفس السيناريو برضو انتر ميلان هو نفس الجرينتا والقوه والعقليه الدفاعيه. خد بالك هم اصلا الطليان كلهم عندهم مدرسه، هي مدرسه الكاتانيتشو، المدرسه الدفاعيه الايطاليه. وعلى فكره ربما يكون اصلا ده ناتج من الثقافه الرومانيه وجو اللي هو الحقبه بتاعت المبارزه والدفاع في روما. هم ان هم عندهم الحته الدفاعيه دي بحته وما يعني ما بيستسلموش ابدا. هم عصب كده تحس لو دي كانت بتلعب 3-5-2 وهم خد بالك هم مدرسه 3-5-2 كلاسيك. يعني الكره الدفاعيه المميته اللي هي بيلعب كره مفتكره، بس لما يطلع يهاجم مش بتلاقي. ما هو بقى خد بالك بقى مش اي حد يلعب 3-5-2. هو يعني عنده ركائز كده عشان يقدر لمصلحه الخطه دي تتلعب. ان هو عنده واحد مثلا زي ماركوس تورام ده اصلا طوله 188 سم، قوه جسمانيه محطه زي ما تقول الكتاب، فاهم؟ يقدر يستلم الكره، اي كره عاليه ويعمل الكره بالظبط. الكره بتبقى في حيازته، بعد كده بيقوم السندة اللي جاي اي حد جاي هنا من بالظبط. هو كده خلق لك فرصه من لا شيء، عكس بقى الفرق المهاريه اللي هو لازم واحد بقى يقعد ويرقص 3 و4 و5 عشان يعدي من اللعيبه، وتلاقي هم ليهم اسلوب لعب صح طبعا، ليهم اسلوب لعب مفهوم في الملعب. معلش كمل دي، وبعد كده اقول لك حاجه. هم ليهم اسلوب لعب مفهوم في الملعب، بحته ان ترام ينزل يستلم ويطلع مدرسة. عندك دي ماركو شمال بيطلع، ودومفريز اعتقد جايب جولين و2 اسيست في السيمي فاينل، ولو طاروا ازاي بقى الكوره طاروا عامل 9 جوال زي ما بنقول السنه دي. فلا هم ليهم سيستم لعب، عشان كده بقول لك انتر مش خصم سهل. لا انتر رغم معدل اعمار سنه كبير بس هو يظل خبرات. قصه ان هو يوصل فاينل دي مش قصه سهله لباريس. يعني لويس انريكي مش هو بس مدير فني الشاطر، ده حقيقي. الناحيه الثانيه في انتر سيميوني انزاجي ده برضه راجل لا بذل مجهود رهيب كويس قوي، يشكر يعني فيذكر بصراحه. لا يعني انا قصدي الماتش كمان بره اللعيبه الاثنين اللي في الماتش ده. انا لما نيجي في الاخر هسالك توقعات. تمام. هسالك توقعات. انا ما عنديش توقعات الماتش ده، انا مستني اتفرج عليه بس ما عنديش اي توقع للاسف. تمام. عايزين بقى نتكلم عن الماتش. اتكلمنا عن انتر، اتكلمنا عن باريس. انا عايز اتكلم عن الماتش نفسه. انت مستني ايه اللي يحصل في الماتش ده؟ بص انت ممكن تقسم الظروف وباللعيبه المهمه اللي فيه، بتخاف من مين، على حساب مين. قول لي كده شايف ايه في الموضوع ده؟ انت ممكن تقسم الماتش حوالي 4 فترات. عندك اول تلت ساعه انت خد بالك لغه الكوره اللي هيبقى مسيطر دايما، او لو انت ركزت على موسم باريس وموسم انتر ميلان، حيازه الكوره عند باريس اعلى بكتير. الكره الهجوميه والكره المتطوره عند باريس بيتمركز ان انت خد بالك عندك اللعيب البروجريسيف اللي بيلعب في نص الملعب متمركز في فيتينيا ونيفيز وفابيان رويز. الثلاث لعيبه دول هم عصب الفرقه اللي هينقلوا الكره للجانب الهجومي. هيقابلهم كتيبه في نص الملعب من انتر متمركزه في 5 لعيبه هيكونوا الفكره ان انتر ميلان هيلعب ان هو عايز يمسك نص الملعب عشان يمنع ان الكره توصل للخطوط الاماميه لباريس، لان الثلاثه اللي قدام في باريس كلهم مهاريين لدرجه ان هو ممكن يخلص. عكس انتر هيتمرس ان هو يمسك الكره، يموت الكره في نص الملعب، وهيلعب على ديمفري ان هو ينطلق من الجبهه اليمين، واي كره عاليه لماركوس تورام يعمل محطه لوتارو مارتينيز. طبعا لوتارو مارتينيز من احسن المهاجمين في العالم في الفينش، وهو مهاجم لاتيني ارجنتيني، لعيب صايع بلغه الكوره، بيخلص من نص فرصه. وهي دي الماتشات اللي بتلعب عشان تكسب البطوله. انت عايز من نص فرصه جول، فانت خد بالك مين اللي يحسم البطوله. هل بقى مثلا لما تيجي تقول على باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي اصلا لاعب مزاجي، هو لاعب فعلا مهاري بس لاعب مزاجي، وممكن يبقى باقل حاجه يخرج بره الماتش. فانت محتاج اللعيبه هنا بقى تبان قوه الطليان عندهم العزيمه والاصرار، واللعيبه كلها شديده التركيز. يعني هم ما بيفقدوش تركيزهم ابدا. يكاد يكون ان اللعيبه من اول دقيقه لحد الدقيقه 90 هم على قلب رجل واحد. حاسس كده من كلامك انت مايل ناحيه الانتر. مش مايل ناحيه انتر، هو الكور لا مش مايل ناحيه، بس انا بقول لك انت لازم تاخد العبره يعني ان انت ايطاليا زي ما بقول لك 2022 ما راحتش كاس عالم، 2024 خدت البطوله. فانا متاكد مليون في الميه ان مستحيل ان سيميوني يتنازل عن البطوله، مستحيل ان انتر يتنازل عن البطوله بعد خساره اللقب 2023، مستحيل ان هم يتنازلوا عن البطوله بعد ما هم خرجوا ضحوا بالكاس وضحوا بالدوري في سبيل انه نابولي اصلا هو يكاد يكون فرقه قويه وكل حاجه وبتاع. بس لا، انتر بصراحه اخر 3 سنين هو يعتبر هو المهيمن والمسيطر في الكره الايطاليه. فصعب جدا ان انتر يفرط في البطوله، وخصوصا بعد ما عدى برشلونه بالشكل ده. ده ماتش دراماتيكي تاريخي، ماتش هو الماتش ده يخلد في التاريخ. ماتش اصلا عايز اقول لك هتيجي كمان 20 سنه
هيذكر في التاريخ. ربما يكون الماتش ده علامه فارقه اكتر من الفاينل، فانت لازم تحط كل ده في الاعتبارات. هنيجي نتكلم لو قلنا باريس سان جيرمان يستحق، هو يستحق ما اختلفناش، وفعلا المواجهات اللي عدى منها كانت اصعب من انتر في خلال المواجهات، ان هو لعب ليفربول واستون فيلا وارسنال، كانت مواجهات صعبه. بس انت بتتكلم ان مستحيل انتر يفرط في البطوله، ولو فرط خلاص صدقني الفرقه دي يعني نص الفرقه دي هتتفرتك. عارف الحلو في الموضوع ده ايه؟ اي فرقه هتكسب هيحصل هتتنقل نقله، واي فرقه هتخسر هتتبهدل بهدله، هتتفرتك. دي حقيقي. لا باريس يعني ممكن لا يعني باريس لا بعتقد باريس العكس، هو باريس هتبقى بهدلته اقل لان معدل الاعمار عنده صغير. اللعيبه انت عندك ان هو برضه اللي هو اخيرا بقى وصلنا ان احنا وصلنا الفاينل تاني مره، المره دي بجد مش هنسيبها لحد ومش عارف ايه يخسر. لا اعتقد هم نفس فكر او منظومه لعب برشلونه، هم باريس وبرشلونه السنه دي هو نفس الفكر، معدل الاعمار الصغير، مدرب بيعرف يتحكم في اوضه اللبس ويتحكم في اللعيبه الشباب ديت فيطلع ناتج. كل واحد ليه اسلوب لعب. بس انت لو مسكت باريس وننش اتكلم عن انتر وطبعا ما فيش كلام يتقال بعد وقته ده، بس لو جيت مسكت ناحيه ثانيه باريس، لا باريس عندها برضو عندها خبرات في بعض المراكز وعندها لعيبه تصنع فارق في مراكز. انت عندك لو مسكت مره دوناروما عامل اعتقد شامبيونز ليج عالمي. لو كنا عن سومر برضه ده اعتقد بالظبط. لا خد بالك تاكيدا لكام، انا بقول لك ان مهاريا باريس اقوى. الكره المعدل الاهداف لباريس السنه دي اعلى بكتير من انتر. اللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق باريس اعلى من انتر. دكه البودل عند باريس اقوى بكتير من انتر. دكه البودل دي كفه ترجح باريس فعلا اقوى قدام. بس يعني انت عندك لا ماشي ايوه، بس انت خد بالك برضو انتر ميلان ما عندوش حد في الدكه يقدر ينزل يصنع لك الفارق غير الموضوع الروح. الدكه بتاع باريس تقول ان هم ممكن يعملوا ايه؟ ان هم الكفه بترجح باريس اقوى من انتر. عندك اللعيبه واحد زي دوي، واحد زي جونزالو راموس مهاجم منتخب البرتغال، عندك إيمري في خط النص، عندك اللعيبه يعني عندك الكوكبه اللي موجوده في باريس فعلا يعني يقدر ينزل يصنع. لا بتكلم على اللعيبه اللي في الدكه تحديدا. اما انتر ميلان اللعيبه اللي موجوده هي مين؟ ما فيش غير اوجوستو، فريتزي، دارميان، في زيلينسكي، لعيبه مشطبه زي لسه اصلا مصاب. فاللعيبه اصلا مشطبه بلغه الكوره يعني. بس هو برضو ما ننساش ان الروح والجرينتا تصنع الفارق وي. وانا بقى عايز اسال سؤال فني، انت كراجل كروي تقتنع شايف لعيب مثلا بحجم لعيب اشرف حكيمي ودومفري في انتر ميلان؟ لان النموذجين دول فعلا ده باك رايت وده باك رايت، والاثنين متالقين جدا. احسن اثنين باك رايت في الشامبيونز ليج، والاثنين يعتبر من احسن اثنين باك رايت. انت ايه رايك مين ممكن يصنع الفرق فيهم في الماتش زي ده؟ مؤخرا دومفري عامل شغل اعلى شويه. اشرف حكيمي هايل، ده حقيقي عبود رهيب بيلعب ورك ريت عالي، بروجريسيف عالي، بس بيلعب فول باك، عامل سيمي فاينال عالمي، ريفيرس باك، وتلاقيه بيعمل كل حاجه. ده حقيقي. بس دومفري عنده قدره ان هو ينهي لك ماتش، عنده قدره ان هو ده اتضح في السيمي فاينال الماتشين جاب تحديدا ماتش برشلونه. دومفري عمل ماتش مش طبيعي. انت ترجع برضو بسيناريو الماتش يعني. لا هو ماتش بصراحه حلو نتكلم عنه. لا وغير كده لما ترجع فعلا على سيناريو الماتش او الهايلايتس المؤثره. دومفري هو ظاهر في كل حاجه، 30% مرجع كفه انتر لوحده. لعيب مش طبيعي. لا رهيب. فموضوع صعب. طيب انا كنت عايز اقول ايه؟ كنت اقول لك خد بالك هو لعيب جامد جدا، بس هو لحد ممكن السنه دي ما ظهرش بصوره عاليه. دي ماركو ده لعيب كوره عالي جدا برضو زي دومفري، بس بحسه بحالات. لا 2023 كان هو في حته ثانيه في ايطاليا ووصل في الشامبيونز. عامل اوروبا مع ايطاليا حلوه. الكوره بتاعت 2023 اللي الشامبيونز الفاينل اللي اتلعبوا قدام مانشستر سيتي، هو كانت الكوره بتلعب عن طريق اونانا في حراسه المرمى، بيديها لدي ماركو ويطلع بيها عن طريق لوتارو مارتينيز. فدي ماركو كان عامل بطوله مش طبيعي. بس هو السنه دي اقل. انا بقول لك بقى ربما ان ماتش الفاينل ده اللعيب اللي هو خد بالك هو لعيب ايطالي برضو عنده جرينتا، فربما الماتش ده يفجر مفاجاه. لان برضو اعتقد ان هو لعيب زي دومفري وزي حكيم اللعيبه دي هتتمسك، مش هتبقى سهل ان انت فربما دي ماركو الماتش هيبقى صعب ان انت مش عارف تمسك مين. دي حقيقه. انا عايز في نص ساعه تقول لي توقعاتك. نص ساعه قد ايه؟ وايه في نص ساعه؟ احنا ممكن نشرح ورا الكاميرا ده هيترد. توقعاتك وامنيتك للماتش ده. انا لو انا بص انا كده لا بشجع ده ولا بشجع ده، بس انا دي حقيقه قولا واحدا يعني. بس انا بالنسبه لي انا طبعا بحب الكره الجميله والكره الشامله والكره الهجوميه، وانا ما بحب انا من ضد الفرق اللي بالكره الايطاليه وضد الفرق الدفاعيه. بس انا بقول لك النتيجه اللي هتطلع انتر ميلان هيكسب 2-1. ده توقع 2-1 انتر. وامنيتك
لا امنيتي مش فارق مش فارق. بس اقول لك انا اصلا مع الكره الهجوميه يعني مش يعني انت تحب تشوف باريس بيكسب لو انت عايز كوره هجوميه باريس. يعني لا انت بالنسبه لي متوقع لا انا بالنسبه لي 6 فوتبول والكره الجميله والشامله واللعيبه وكفرتسخيليا والار 2 وديمبلي وفيتينيا. كفرتسخيليا برضه مفيش مشكله عادي انا معاك للصبح خد بالك هنشوف الجمهور هيقول ايه برضه. قول لي توقعاتك وامنياتك بس انت معاك دقيقه واحده بس. دقيقه واحده بس اتوقع لا باريس اعتقد هيصنع اللعيبه اللي عنده قدام دي هتصنع فارق. فاعتقد انتر انا شفته في سيمي فاينال بتاع برشلونه رايح جاي صحيح عمل ماتشات عظيمه وسكور وجاب وبتاع بس انا بحس دايما ما عندهمش سيستم لعب اللي هو يعني واحد نسد على التراب وبنطلع وبتاع. فكان في انا شايف ان وجد لك في حته ان دومفريس يحط جوال في الماتشين ويعمل اسيستات بطريقه معينه. ما اعتقدش ده ممكن يتوفر في ماتش زي بتاع باريس. فلو انتر عايز يكسب زي ما بيقول ننش وهو 2-1 ويعمل بتاع لازم يوجد حلول شويه في طريقه بناء الهجمه او طريقه فينيش الهجمه ازاي. لان اعتقد اكيد محضرين ماتش برشلونه كان سكورات وكل حاجه بس ما شفتش جول. انت فاهم يعني حاسس ان دومفريس هو اللي كان صايع فريق بالظبط. لكن هتيجي الناحيه الثانيه باريس لا باريس عندك كفارا مش هقول بقى زيكم باريس عشان مش عارف انطقه. عندك ديمبلي هداف فرقه في الشامبيون. عندك فكره ايطاليا او انتر ميلان في تكتيك وفي جمله. انا ما قلتش لا في سيستم لعب طيب في سيستم عشان هو بيعملوا ديستراكتيف ورا يعني ديستراكتيف ديفنس ايوه بالظبط فاهم بيقفل الدنيا ورا مره واحده تلاقي هجمه اتبنت فانت ما بتحسش انها جمله اتبنت. ايوه انا اعتقد ان مع نص ملعب باريس السنه دي ده ممكن ما يتوفرش. هو بص يعني حته ان تراب ينزل محطه ويستلم. لسه بقول من شويه كابتن ركباوي نص الملعب هو اللي هيحدد. انت عندك نص ملعب انتر ميلان هو عايز يقطع كل الحلول عند نص ملعب. مجلس الاعلام قال لي اقفل في وقت معين انت كده هتبهدل لنا القناه. اديني يا عم توقع. انا اتوقع باريس هو بطل الشامبيونز السنه دي وامنيتي انتر طبعا عشان بحب الطليان بس. شرفتني ونورتني حبيبي يعني مش عارف اقول لك ايه. شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن دايما معانا يا كابتن مش ما تسيبناش يا كابتن. لا ما ينفعش خدها مني بدون رقباوي انتر بطل الشامبيونز ليج.